فلوس ويقول لك لا وناخد وندي وندخل في مفاوضات. هنا المشكله الكبرى فيما يتعلق بموضوع الصكوك. ففي شبهه مال، في شبهه عدم الدستوريه. ده فيما يتعلق بموضوع الصكوك. موضوع الصكوك ما يتحدش كده ببساطه شديده زي ما عملوه، وحتى ملاحظات الازهر كانت تنصب كلها على امور دينيه او شرعيه. انا مش محل النقاش، يعني ما شفناش فيه، لان انا ببساطه ما بفهمش فيها. بتكلم عن الامور الفنيه اللي ممكن احنا نستخدم ندي فيها. نيجي لمشروع قناه الكونفرنس. يعني انا اول ما قريت الحقيقه القانون وصلت لحاله من الاجتهاد الحاد، وخرجت منها بعد 10 دقائق فورا غاضب وناقم على من اصدر هذا القانون ومن يروج له للاسف. واتصور ان هذا القانون بمواده اللي موجوده وبقواعده يعتبر حقيقه خيانه وطنيه، خيانه للوطن. هذا القانون يعتبر خيانه للوطن، لانه زي ما بقول لحضراتكم هي مش مساله، يعني مش مساله زي ما قلت على الصفوف، مش مساله شرعيه او غيره، هي مساله فنيه ووطنيه بالدرجه الاولى. لما اجي اول كلمه الاقي الاقليم، في واحد قال لي انت هتقعدوا بقى تتكلموا وتقول لي اقليم ومش ما تتكلم يا اخي في الكلام الاقليم. ايه يعني الاقليم؟ لا، الاقليم دي هنا مسؤولات في منتهى الخطوره، في منتهى الخطوره. ماشي، حاضر، تقفل الموضوع الاقليم. في بعض المواد في القانون ما كانش يعني اكثر المواد في القانون تمنع رئيس الجمهوريه سلطات الهيه ان هو اولا معين هيئه مجلس اداره هيئه تنميه قناه السويس. طيب 15 واحد هو اللي هيعمل من ذلك، وما فيش معايير واضحه للتعيين حتى، غير لو حتى تصير سلوك. خلاص، 2 فنيين و2 رجال اعمال و2 اقتصاديين و2 مش فاكر الحقيقه العدد، انما هم 14 زائد رئيس بدرجه نائب رئيس وزراء. فالتعيين هو اللي هيعمل. ماشي، قلنا نفوتها دي كمان. الهيئه كلها هترفع تقاريرها للرئيس.